أهلا بيكم معانا. النهاردة هنغوص في سؤال مهم، سؤال يعني شغل بال ناس كتير وشفناه في المصادر اللي بنراجعها. السؤال هو: هل الذهب والدولار دول استثمار بجد؟ المصادر بتقول إنهم يعني ممتازين عشان تحفظ قيمة فلوسك وكادخار، لكن مش استثمار بالمعنى الحرفي. ليه؟ عشان مش بيولدوا دخل. بالظبط كده. ودي النقطة اللي هنتكلم فيها النهاردة بالتفصيل. هدفنا نفهم كويس قوي إيه الفرق بين إنك بس تحافظ على قيمة فلوسك وبين إن الفلوس دي نفسها هي اللي تشتغل وتجيب لك فلوس تانية. هو ده الفرق الجوهري اللي محتاجين نوضحه. تمام أوي. يلا نفكك الموضوع ده، خصوصا إن دايما بنسمع إن الذهب والدولار هم الملاذ الآمن. هل ده كفاية عشان نقول عليهم استثمار ولا في كلام تاني؟ خلينا نشوف. طيب خلينا نبدأ من الأول خالص، من الأساس. المصادر وضحت فرق مهم بين الادخار والاستثمار. ممكن تشرح لنا أكتر الفرق ده؟ أكيد. الفكرة الأساسية اللي المصادر بتركز عليها هي توليد القيمة، أو يعني توليد الدخل. الادخار والذهب والدولار أمثلة واضحة عليه في المصادر دي. بيركز أساساً على حفظ القيمة. حفظ القيمة، تقصدي إيه؟ يعني الهدف إن الفلوس اللي معاك دي قيمتها ما تقلش مع الوقت، أو على الأقل ما تقلش بسرعة، خصوصاً مع التضخم بقى وتقلبات السوق والمخاطر. الهدف هنا يعتبر دفاعي، إنك تحافظ على اللي معاك. زي ما أكون بحط الفلوس في خزنة قوية يعني، عشان أحميها من أي حاجة بره ممكن تقلل قيمتها؟ بالظبط، وصف ممتاز. الخزنة دي بتدي أمان نسبي، والمخاطر هنا بتكون أقل شوية. إنما الاستثمار المصادر بتقدمه شكل مختلف خالص. الهدف هنا مش بس حماية، الهدف هو النمو. النمو والتوسع يعني. أيوة، إن حجم الفلوس نفسه يزيد مع الوقت، أو إن الفلوس دي تجيب دخل جديد بشكل مستمر. وهنا بقى تيجي فكرة إن الفلوس هي اللي بتشتغل. تماماً. الفلوس هنا مش مجرد قيمة محطوطة على جنب، لا، دي أداة بنستخدمها عشان نولد قيمة أكبر. بس طبعاً زي ما المصادر بتقول برضو، السعي للنمو ده بيجي معاه مخاطرة أعلى. مفيش عائد كبير من غير استعداد لمستوى معين من عدم اليقين. مفهوم. المعادلة ببساطة: الادخار زي الذهب والدولار حسب المصادر بيميل للأمان، نمو محدود أو مفيش. الاستثمار بيميل للنمو بس مع مخاطرة أعلى. النقطة دي فعلا أساسية ومحورية. طيب نرجع تاني للذهب والدولار. المصادر وصفتهم إنهم وسيلتان ممتازتان لحفظ القيمة. إزاي بقى بيعملوا كده؟ إيه اللي بيخليهم كويسين في الحتة دي؟ بص، خلينا نمسك الذهب الأول. المصادر بتقول إن تاريخه طويل قوي كمخزن للقيمة. الناس عبر التاريخ بتثق فيه ليه الثقة دي كلها فيه؟ لأسباب كتير ممكن نستنتجها. أولاً، هو حاجة مادية ملموسة، مش رقم في البنك وخلاص. ثانياً، كميته محدودة في العالم، مش زي الفلوس اللي ممكن تطبع منها كتير. ثالثاً، ليه استخدامات تانية في الصناعة والزينة، فده بيديه قيمة إضافية. والأهم من كل ده العامل النفسي بقى والتاريخي. الناس في الأزمات الكبيرة، في الحروب، في عدم اليقين الاقتصادي الجامد بتروح للذهب. بيعتبروه الأمان الأخير لو الثقة في البنوك والعملات راحت. يعني سمعته التاريخية دي وثباته في الأزمات هو سر قوته في حفظ القيمة. طب والدولار؟ وضعه مختلف شوية، ده عملة ورقية في الآخر. صحيح، الدولار وضعه مختلف، بس بيعمل دور شبه الذهب في حالات معينة. وده أساساً عشان هو عملة الاحتياط العالمي الأساسية. المصادر بتشرح إنه معظم التجارة في العالم بالدولار، والبنوك المركزية في كل حتة بتحتفظ باحتياطي ضخم منه. فده بيديله قبول وسيولة عالية يعني. بالظبط. وفي دول كتير عندها تضخم عالي أو عملتها مش مستقرة. الناس بتلجأ للدولار عشان يحافظوا على قيمة مدخراتهم، بيكون أكثر استقرار من العملة بتاعتهم. يعني هو بيحمي أكتر من تقلبات العملة المحلية، مش زي الذهب اللي بيحمي من انهيار النظام كله مثلا. يبقى ممكن نقول الذهب حماية من المخاطر الكبيرة قوي، والدولار حماية أكتر من تقلبات العملات المحلية وعدم اليقين في منطقة معينة. يعني ده تبسيط معقول للفكرة اللي المصادر بتقولها. هما الاتنين بيساعدوا إن قيمة المدخرات ما تتأكش بنفس سرعة العملة المحلية الضعيفة وقت التضخم مثلا. بس نرجع للنقطة الجوهرية اللي المصادر بتؤكد عليها: كل ده في خانة حفظ القيمة، مش خلق قيمة جديدة. عشان كده المصادر بتسميهم أصول خاملة. أصول خاملة، التعبير ده قوي شوية. يعني إيه أصل خامل؟
خام الهمة يعني مش بيعمل حاجة بنفسه، مش بينتج. سبيكة الذهب اللي معاك النهاردة هي نفسها بكرة ككمية وكحاجة مادية. لو سعرها زاد ده بسبب عوامل خارجية تماماً، زي إيه العوامل دي؟ زي زيادة الطلب، قلة المعروض، الناس ثقتها قلت في الحاجات التانية، مضاربات السوق. هو نفسه مش بيشتغل، قاعد مكانه. نفس الكلام على الدوار الكاش أو اللي في حساب بنكي فايدته قليلة قوي والتضخم بياكلها. هو مجرد وسيط أو مخزن قيمة، مش كيان بينتج سلع أو خدمات أو أرباح. فهمت. يعني الأصل الخامل قيمته بتتغير حسب تصورات السوق ليه، مش عشان هو نفسه عمل حاجة. طيب، لو هم كده أصول خاملة ومش استثمار بجد بيجيب دخل، يبقى المفروض ما نقرب لهمش خالص؟ ولا ليهم مكان في حياتنا المالية؟ لا لا، طبعا مش معناه ما نقرب لهمش. المصادر واضحة قوي في الحتة دي. في حالات وظروف معينة بيكون الاحتفاظ بجزء من الفلوس في ذهب أو دولار منطقي جدا، وممكن يكون ضروري كمان. وإيه هي الظروف دي بقى اللي بتخلي الأصول الخاملة دي مفيدة أو ليها لازمة؟ المصادر بتشير بشكل أساسي لحالتين. الأولى، فترات الأزمات الاقتصادية الصعبة قوي، يعني لما يكون في خوف حقيقي من انهيار مالي، ركود طويل، اضطرابات سياسية جامدة. في الأوقات دي الناس بتدور على الأمان أولاً. الأولوية بتكون للحماية مش للمكسب. بالظبط، الهدف بيكون الحفاظ على اللي موجود بأي تمن. الحالة التانية للمصادر بتذكرها هي فترات التضخم عالي جدا، الهايبر انفليشن ده. لما العملة المحلية قيمتها بتقع بسرعة كل يوم، إنك تحتفظ بفلوسك كاش بالعملة دي بيبقى كارثة. طبعاً. فساعتها إنك تحوله لذهب أو لعملة أجنبية قوية زي الدولار لو متاح، ده بيكون دفاع عن المدخرات عشان ما تتأكلش. ده غير إنهم بيوفروا سيولة سريعة شوية مقارنة بحاجات تانية زي العقارات مثلا، البيع فيها ممكن ياخد وقت. يعني ممكن نقول إن دورهم الأساسي حسب المصادر هو كأداة في صندوق إدارة المخاطر، أكتر من كونه أداة في صندوق تنمية الثروة. الله ينور عليك، ده تلخيص ممتاز جدا للفكرة. هما جزء من استراتيجية دفاعية أو تحوط ضد مخاطر معينة. الأولوية هنا للأمان والسيولة، مش للنمو والدخل. جميل جدا. كده النقطة دي واضحة تمام. طيب، المصادر ما بتكتفيش بوصف الذهب والدولار كأصول خاملة، لا، دي بتقارنهم كمان بنوع تاني من الأصول بتسميه الأصول الإنتاجية. ممكن نعرف بقى إيه هي الأصول الإنتاجية دي؟ الأصول الإنتاجية زي ما الاسم بيقول والمصادر بتشرح، هي الأصول اللي عندها قدرة، يعني تولد قيمة جديدة أو تنتج دخل بشكل مستمر أو يزيد مع الوقت كمان. دي أصول فعلاً بتشتغل، ليها نشاط اقتصادي حقيقي وراها. عكس الخاملة بالظبط. طيب، إيه أمثلتها عشان نفهم أكتر؟ المصادر قالت إيه؟ المصادر ذكرت كذا مثال، أشهرهم طبعاً الأسهم في الشركات. لما بتشتري سهم، أنت كأنك بقيت شريك ولو بجزء صغير جداً في شركة حقيقية. شركة بتصنع عربيات، بتعمل أدوية، بتقدم خدمات زي البنوك والاتصالات. شركة فيها ناس بتشتغل وعمليات وهدفها تكسب وتكبر، فالمساهم بيستفيد من ده. تمام. وإيه كمان غير الأسهم؟ المصادر كمان ذكرت صناديق المؤشرات المتداولة أو ال ETFs. دي صناديق بتستثمر فلوسها في مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأسهم. زي مثلا أسهم أكبر 500 شركة في أمريكا. بالظبط، دي بتعتبر أصول إنتاجية لأنها بتملك أجزاء في مئات الشركات اللي بتنتج، فبتعكس أداء الاقتصاد كله أو قطاع معين، والمخاطر متوزعة على شركات كتير. وفي كمان مثال كلاسيكي ومهم قوي، وهو العقارات، سواء شقق، محلات، مكاتب، أو حتى أرض زراعية بتنتج. العقار هنا مش مجرد طوب وأرض. لا طبعاً، ده أصل ممكن يجيب دخل منتظم اللي هو الإيجار، وفي نفس الوقت قيمته نفسها كعقار ممكن تزيد مع الوقت. طب والمشاريع الخاصة تعتبر أصول إنتاجية؟ أكيد أكيد، المصادر ذكرت فكرة إنك تعمل مشروع صغير أو تستثمر فيه. لو عندك فكرة كويسة وعملت بيزنس ناجح بيقدم حاجة ليها قيمة وبيكسب، المشروع ده نفسه هو أصل إنتاجي قوي جدا. يمكن ده أكتر شكل مباشر لفكرة الأصل اللي بيشتغل وبينتج. يعني العامل المشترك بين كل دول هو إن وراهم نشاط اقتصادي حقيقي، في إنتاج أو خدمة بتتقدم وبتخلق قيمة فعلا؟ بالظبط كده، دي أصول مربوطة بالاقتصاد الحقيقي، بالإنتاج، بالاستهلاك، بالابتكار.
قيمتها مش بس معتمدة على العرض والطلب عليها في السوق المالي، لأ، قيمتها بتعتمد كمان على قدرتها الحقيقية إنها تولد أرباح وتنمو في شغلها نفسه. وده الفرق الأساسي عن الذهب والدولار اللي قيمتهم زي ما قلنا بتتحدد أكتر بعوامل خارجية زي ثقة الناس ومعدلات الفايدة العالمية والأوضاع السياسية. وهنا بقى النقطة الحاسمة اللي بتخلي الأصول الإنتاجية دي من وجهة نظر المصادر هي الاستثمار الحقيقي. السؤال بقى، إزاي بالظبط الأصول دي بتجيب فلوس؟ إزاي بتزود الثروة؟ إيه الآلية بتاعتها؟ المصادر بتحدد طريقتين أساسيتين الأصول الإنتاجية بتولد بيهم العائد للمستثمر. يا ريت نعرفهم. إيه هم الطريقتين دول؟ الطريقة الأولى اسمها توليد تدفقات نقدية أو الكاش فلو. ببساطة ده دخل دوري أو شبه دوري بيجي من الأصل ده وبيدخل جيب المستثمر على طول. أوضح مثال ليها هو توزيعات الأرباح اللي الشركات بتديها للمساهمين من أرباحها كل فترة. زي ريع السهم كده. نقدر نقول كده، أيوة. ومثال تاني واضح قوي هو الإيجار الشهري أو السنوي اللي بيجيلك لو مأجر شقة أو محل أو مكتبة بتملكه. ده دخل مستمر طول ما الأصل شغال ومؤجر. حتى أرباح مشروعك الصغير اللي بتسحبها بشكل دوري دي تدفق نقدي من أصل إنتاجي. ده دخل ملموس بيجيلك من غير ما تبيع الأصل نفسه. دي الطريقة الأولى، دخل دوري. وإيه الطريقة التانية؟ الطريقة التانية هي النمو في قيمة رأس المال على المدى الطويل أو الكابيتال appreciation. هنا العائد مش فلوس بتدخل جيبك كل شوية، لأ، العائد بيتحقق لما قيمة الأصل نفسه تزيد مع الوقت. المثال الواضح هو سعر السهم بتاع شركة ناجحة بيزيد في البورصة. يعني لو اشتريت سهم ب10 جنيه وبقى ب50 جنيه بعد كام سنة؟ بالظبط، الفرق ده 40 جنيه هو نمو في رأس المال. المكسب ده بتاخده فعلا لما تبيع السهم. ونفس الفكرة في العقارات؟ تماماً. قيمة أرض أو شقة ممكن تزيد جداً على مدى سنين طويلة بسبب التطور اللي بيحصل في المنطقة أو زيادة الطلب عموماً. المكسب هنا بيجي من فرق سعر الشراء وسعر البيع. حتى المشروع الصغير الناجح قيمته كشركة بتزيد مع الوقت كل ما أرباحه تكتر وعملائه يزيدوا. يعني يا إما فلوس بتدخل جيبي بانتظام كاش فلو، يا إما قيمة الحاجة اللي عندي نفسها بتكبر، نمو رأس مال. وممكن الاتنين يحصلوا سوا؟ أكيد طبعاً، وده بيحصل كتير قوي. المصادر بتقول إن الأصول الإنتاجية القوية غالباً بتدي للمستثمر الاتنين مع بعض. يعني سهم شركة قوية ممكن يوزع أرباح وفي نفس الوقت سعره يزيد في السوق على المدى الطويل. أو عقار بأجره وباخد إيجار شهري، وفي نفس الوقت قيمته كعقار بتزيد مع السنين. الجمع بين الكاش فلو ونمو رأس المال ده هو اللي يعتبر أقوى محرك لبناء الثروة وتنميتها بجد على المدى الطويل. ده اللي المصادر بتقصده، وهو ده اللي بيفرقها عن مجرد حفظ القيمة اللي بيعمله الذهب والدولار. الصورة كده وضحت جدا. يبقى لو حبينا نلخص الزتونة بقى، الفكرة الأساسية اللي طلعنا بيها من المصادر دي، نقدر نقول إن الادخار في ذهب ودولار زي ما تحط فلوسك في خزنة قوية، بتحافظ عليها بس ما بتزودهاش. أما الاستثمار في أصول إنتاجية فده أشبه بإنك تزرع بذرة بتكبر وبتطلع ثمار، ده الدخل، والشجرة نفسها بتكبر، ده نمو رأس المال. الفرق ده مهم قوي. تلخيص هايل فعلا للمعنى، وفهم الفرق العميق ده بين الحفاظ وبين التنمية هو ده غالبا أول خطوة عشان أي حد يخطط لفلوسه صح. المصادر بتأكد على أهمية إن كل واحد يفكر كويس في أهدافه هو إيه وظروفه إيه قبل ما يقرر يودي فلوسه فين. السؤال الأساسي اللي لازم يتسأل، أنا هدفي المالي إيه دلوقتي؟ هل الهدف هو الأمان وبس؟ هل أنا في مرحلة أو ظرف بيخليني لازم أحمي اللي معايا من مخاطر كبيرة ممكن تحصل، زي تضخم جامد أو عدم استقرار؟ بالظبط، لو الإجابة أيوة يبقى هنا الأصول اللي بتحفظ القيمة زي الذهب أو الدولار حسب الظروف ممكن تلعب دور مهم كجزء من الخطة كدرع واقي يعني. لكن لو الإجابة مختلفة، لو الهدف الأساسي أن المدخرات دي تكبر وتزيد بجد على مدى سنين جاية، وعندي استعداد وقدرة أتحمل شوية تقلبات ومخاطر عشان أحقق نمو أعلى، في الحالة دي المصادر بتوجهنا بوضوح ناحية الأصول الإنتاجية. هي دي الطريق للهدف ده، الطريق اللي الفلوس فيه بتتحول لعامل إنتاج بيخلق ثروة جديدة. فالإجابة على سؤال إيه هدفي هي اللي بتحدد الطريق الصح والأدوات المناسبة ليه. مفيش إجابة واحدة تنفع لكل الناس في كل الأوقات. نقطة في منتهى الأهمية. طيب بما إننا وصلنا للحتة دي وفهمنا الفرق بين الأصول الخاملة اللي بتدي أمان من غير نمو والأصول الإنتاجية اللي بتدي نمو مع مخاطر أعلى، ده بيفتح سؤال تاني،
سؤال أعمق شوية، ممكن نسيبه للمستمعين يفكروا فيه. غالبا سؤال مهم. إيه هو؟ السؤال هو: طالما الأمان مهم والنمو كمان مهم، إزاي الشخص العادي يعمل التوازن ده؟ إزاي يقدر يجمع بين إنه محتاج شبكة أمان توفرها الأصول اللي بتحفظ القيمة في وقت اللزوم، وبين طموحه إنه ينمي فلوسه ويستفيد من فرص الأصول الإنتاجية على المدى الطويل؟ الموازنة دي بين الدفاع والهجوم، بين الأمان والنمو، هي يمكن أصعب حاجة في إدارة الفلوس. إن الواحد يلاقي الخلطة الصح ليه هو، اللي تناسب أهدافه ومخاطره وظروفه. ده موضوع فعلا يستحق تفكير ومتابعة.